لو معاك ربع جنيه 1992 المخروم، فدي سعره يا جماعة عامل 10000 جنيه. أيوة زي ما بقول لك كده، سعره عامل 10000 جنيه، بس بشرط يكون 1992 الربع جنيه المطلوب 1992. بس قبل ما أقول لك ليه سعره عامل 10000 جنيه وإيه المواصفات اللي فيه مخلياه بالسعر ده، بطلب منك رجاء يا جماعة إن أنتوا تعملوا لنا لايك على الفيديوهات بتاعتنا عشان يجيلكم كل جميع العملات النادرة والشحيحة وأسعارها، وهقول لكم كمان على أماكن بيعها، بس تابعونا لآخر الفيديو. في 4 أماكن تبيعوا فيها العملات ديت لو معاكم. بس بطلب منك إن أنت تعمل لنا لايك واشتراك في القناة على اليوتيوب وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد وجديد. اما لو انت بتشوفنا على الفيسبوك فبطلب منك ان انت تعمل لنا لايك وشير ومتابعه. اما لو انت بتشوفنا على التيك توك فتعمل لنا متابعه واعجاب، وتخش على قناتنا على اليوتيوب من خلال التيك توك وتعمل لنا اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد وجديد. ويلا بينا يا جماعه نخش دلوقتي جوه الفيديو ونتعرف على الربع جنيه وليه سعره عامل 10000 جنيه. ورجعنا لكم تاني يا جماعة من جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتعرف على الربع جنيه المخروم 1992 اللي سعره فعلا يا جماعة وصل ل 10000 جنيه في حالة الأنصر. لو معاك الربع جنيه دي وحالته حالة الأنصر يعني حالة الزيرو، بيوصل سعره بالفعل 10000 جنيه. طب ايه المواصفات اللي موجودة في الربع جنيه دي مخلياه يوصل للسعر ده؟ هو الربع جنيه ده هو تم صكه 1992 كبروفا، كبداية صك، وكان كتجربة، وكان في خطأ صك، يعني كان معمول له بروفا كمية صغيرة جدا كانوا بيجربوه عشان يتم إصداره بالفعل سنة 1993. فكل الناس اللي معاها ربع جنيه مخروم فدي السنة بتاعته 1993، ودي ملوش أي قيمة وملوش أي لازمة، وموجود ومتداول بين كل الناس وموجود في كل بيوتنا اللي هو 1993. إنما أنا اللي أنا بتكلم عليه اللي هو فيه خطأ صك وكان تجربة سنة 1992، هو دي اللي نادر جدا وبيوصل فعلا ل 10000 جنيه. طب هو فعلا 10000 جنيه بس؟ لا، بيتراوح سعره من 2000 جنيه ل 10000 جنيه على حسب حالته، بيوصل ل 10000 جنيه في حالة الأنصر. أما لو في خدوش ونقرات وتجاعيد ومطحون زي ما بيقولوا، فبيبدأ من 2000 جنيه لحد ما بيوصل لل 10000 جنيه على حسب حالته، وبيتم تقييمه على هذا الأساس. دي بالنسبة للربع جنيه المخروم. يبقى الربع جنيه المخروم المطلوب 1992، محدش يجيب لي 1993 ويقول لي أنا معايا 1993. ل 1993 ملوش أي لازمة، موجود في كل بيوتنا. طيب لو الربع جنيه دي معايا ابيعه فين؟ تبيعه من خلال 4 اماكن وقلناهم مرارا وتكرارا في كل فيديوهاتنا. بتبيعه اول حاجه من خلال الاسواق الحره اللي موجوده في الاسكندريه وموجوده في القاهره، وموجود العناوين بتاعتهم بالظبط في الرابط اسفل الفيديو على قناتنا على اليوتيوب. واطلب منك ان انت تعمل لنا اشتراك على اليوتيوب وتفعل زر الجرس. ويا جماعه بالله عليكم لايكات بقى على قد ما تقدروا عشان فيديوهاتنا تنتشر وتشجعونا وتحمسونا ان احنا نعمل لكم فيديوهات تاني. طب تبيعوا فين تاني؟ نبيعه من خلال الاسواق الالكترونيه اللي موجوده على جوجل، زي مثلا اي باي وزي علي اكسبريس وزي امازون وزي جوميا، العديد من المتاجر الالكترونيه اللي بيتم عليها العرض العملات القديمه والنادره وبتبيعها من خلالها. طب ابيعه فين تاني؟ بيعه من خلال الجروبات اللي موجوده على الفيسبوك. طيب تبيعه فين تاني؟ من خلال موقع اوليكس اللي موجود على الانترنت برضو، بتقدر تعرض عليه في قسم اللي بيع العملات القديمه والنادره، تقدر تعرض عليه العمله بتاعتك وبيجي لك مشتري وبتقدر تتواصل معاه وبتبيعها. انا كده يا جماعه خلصت كل ما يتعلق على الربع جنيه المخروب 1992 النادر المطلوب اللي سعره فعلا 10000 جنيه، بس مش 1993. الربع جنيه اللي قدامكم دي 1993، مش دي المطلوب يا جماعه، دي سعره عادي جدا وموجود في كل بيت في مصر. يا جماعه عشان بالله عليكم نقدر نستمر معاكم وتشجعونا ان احنا نعمل فيديوهات ونجيب لكم جميع انواع العملات القديمه والنادره، ممكن لربما يكون عندك عمله في قلب الدرج عندك او انت عاينها او محتفظ بيها وما تعرفش قيمتها، اقول لك على قيمتها واماكن بيعها واسعارها كمان. فبطلب منك يا جماعه لايك بالله عليكم واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد وجديد. اما لو انتم بتشوفونا على الفيسبوك فتعملوا لنا لايك وشير ومتابعه. اما لو انتم بتشوفونا على التيك توك فتعملوا لنا متابعه واعجاب، وتخشوا على قناتنا على اليوتيوب من خلال التيك توك وتعملوا لنا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد وجديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.